بير زمزم كانت مردومه، وتا واحد ما كان عارف في الكاينه وفي الى بلاصه تتوالي. واحد المره راى عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الرؤيا في المنام تتقول ليه احفر طيبه، فقال وما طيبه، مشى هادشي اللي جا في المنام. مرة أخرى جاتو نفس الرؤية تتقول لي احفر برا، فقال وما برا، مشى هادشي اللي جاه في المنام. المرة الثالثة جاتو نفس الرؤية تتقول لي احفر المضنونة، فقال وما المضنونة، مشى هادشي اللي جاه في المنام. المرة الرابعة تتقول لي احفر زمزم، فقال وما زمزم، فبين ليه أن الموضع ديالها عند قرية النمل بين فرط ودم عند نقر الغراب الأعصم. الصباح كان في واحد الشعاب فرأى قرية النمل وينقر عنده واحد الغراب أعصم، وواحد البعير هرب لمولاه دخل الحرام تبعو مولاه ذبحو تما ساد الدم، ويقول والله إن هذه لا رؤيا حق. هز الفاس ديالو ودا مع الابن ديالو سميتو الحارث وبدا تيحفر، وقريش تشوف فيه اش يدير هذا. واحد اللحظه شاف البير ويكبر قال الله اكبر، وما يجمعوا عليه قريش. ملي شافوا البير قالوا ليه هذا بئر ابينا اسماعيل وعدنا الحق فيه. قال لهم لا، هذا الامر خصصت به، مهم ما تفاهموش. هما يقولوا نتحاكموا لواحد الكاهنه كانت معروفه وهي كانت بعيده بزاف، قالوا نمشيو عندها. مهم مشاو وهما في الطريق سالا ليهم الماء، جاهم العطش بزاف حتى قربوا يموتوا. بداو تحفروا قبورهم بيديهم، فقدوا الامال بزاف. شويه ويقول لهم عبد المطلب هذا هو العجز، نوضوا نديروا شي محاوله. قاموا وناضوا وركبوا على الراحلات ديالهم، فلما سارت الراحله ديال عبد المطلب تفجرات من تحتها الماء، عاد فرحوا شربوا عمروا الزوائد ديالهم. يتقول قريش لعبد المطلب والله لن نخاصمك ابدا في بئر زمزم، فالذي سقاك الماء في هذه المفازة هو الذي سقاك زمزم. صدقوا ما مشاوش عند الكاهنة ورجعوا في حالهم.